بيتفاجأ كل متابعين جنازة والدة هاني رمزي الفنان هاني رمزي بعد وفاة الوالدة، وفي أثناء الجنازة بيوجه رسالة مؤثرة لكل المصورين، وهنعرف هو قال لهم ايه وايه اللي حصل بالظبط في الجنازة ومين كمان الشخصيات اللي حضرت. بيثير هاني رمزي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد كلمات مؤثرة جدا بيوجهها لكل المصورين في الجنازة اللي كانت النهاردة. رسالة مؤثرة للفنان هاني رمزي واللي قال فيها بيطلب هاني رمزي من المصورين احترام الحزن اللي هو فيه هو والأسرة، وقائلا لهم اعتبروها أمكم، في محاولة منه لتخفيف الضغط الإعلامي خلال مراسم الجنازة. التصريح بيكون له ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الكثير من المستخدمين عن التعاطف مع هاني رمزي، مشيدين بتواضعه وتذكره بأهمية الاحترام في مثل هذه الظروف. أقيمت الجنازة في كنيسة أبو السيفين بالتجمع الأول في القاهرة بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة. أقيمت الجنازة بحضور عدد كبير لتقديم التعازي والمواساة للعائلة في هذا الوقت العصيب. بينشر أمير رمزي شقيق هاني رمزي مقطع فيديو للجنازة على صفحته الرسمية على فيسبوك، بيقول صلاة الجنازة على والدة الحبيبة السيدة مارجريت توفيق مجلي الوحش من كنيسة القديس أبو سيفين بالتجمع الأول. شارك أمير رمزي مجموعة من الصور تظهر شقيقه هاني رمزي متأثر للغاية وعينات دمعان وهو يودع والدته خلال مراسم الجنازة. بيرحب هاني رمزي شخصيا بالحضور في الكنيسة، وبيحث وسائل الإعلام على تغطية الجنازة على الهدوء، وطلب منهم أن يعتبروا الوالدة بمثابة والدته. حضر الجنازة العديد من الشخصيات البارزة في عالم الفن: ليلى علوي وإلهام شاهين، خالد جلال، رامي إمام وعمرو مصطفى، دنيا سمير غانم، رامي رضوان وإكرام حسني، فتوح أحمد، الشاعر تامر حسين، المنتج محمد بغدادي. كما حضر وزير الثقافة أحمد فؤاد إلى جانب عدد كبير من الأصدقاء والمحبين.